وبدات الاستعدادات الفعليه وتجهيز المتفجرات بالانواع والكميات المناسبه، وبدات تتحط في حقائب سفر. وقسمت جماعات العمل لثلاث مجموعات. المجموعه الاولى هي مجموعه التخطيط والتجهيز وكان مقرها في القاهره، والمجموعه الثانيه كانت مجموعه التنفيذ من الضفادع البشريه المصريه. وزي ما قلت لك ان محدش كان من المجموعه عارف طبيعه المهمه، مفيش الا قائدهم اللي هو الضابط محمد نسيم، وهو الوحيد اللي سافر الاول عشان يستطلع الجو. اما بقى المجموعه الثالثه ودي المجموعه اللي بتراقب الحفار وبتدي احداثياته اول باول، والكل عرف مهمته عزيزي المشاهد وانتظروا ميعاد التنفيذ. وفي مساء يوم 16 فبراير كان اول ايام عيد الاضحى المبارك، وصلت معلومات للقاهره بوجود الحفار في دكار بالسنغال. وطبعا منطقه دكار كانت مناسبه سواء للاستطلاع او تنفيذ العمليه، فعقد مؤتمر للفور لاعطاء التعليمات النهائيه للمجموعه وسرعه التنفيذ. والضابط محمد نسيم اتحرك لدكار في يوم 17 فبراير. هو سافر الاول عشان يستطلع المنطقه ويشوف